السلام عليكم يا ليكيب تاع الجيستيون، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وين ما كنتوا. كيف ما كنتوا مرحبا بكم في درس جديد، حصه جديده ودرس جديد. نعم خاصكم عندنا افكار جدد انا رايحين نشوفوهم. تاكدوا بك اسكو الميكروفون راهو يمشي يا جماعه. رايحين تفهموا سواء انتم الناس اللي تشوفونا بور لا بريمير فوا ولا الناس اللي شافونا من قبل وشافوا لي فيديو تاعنا من قبل. ماشي حاجه صعيبه ما والو، نقشطوا على يدينا برك يا جماعه ونبداو الخدمه على بركه الله. هنا مازلنا دوكا في الداله كثيره الحدود. هذه كثيرة الحدود فيها شحال من حد. شوفوا الاسئله تاعها اليوم راح نشوفوا اسئله جدد جماعه، ما تقلقوش حاجه سهله بزاف. دونك نبدا باسهل سؤال في الدنيا وفي العالم اللي هو السؤال الاول، حساب النهايات. كيفاش نحسب النهايات يا جماعه؟ كيفاش نحسب النهايات؟ باش نحسب النهايات نكتب واحد، هذه معرفه على ار. واش معناها على ار؟ معناها كي شغل قال لي من ناقص ما لا نهايه للزايد ما لا نهايه. دونك الا قال يحسب النهايات بلا ما يشير لي هنا الناقص ما لا نهايه الزايد ما لا نهايه، انا راح نحسب عند الناقص ما لا نهايه ومن بعد نحسب عند الزايد ما لا نهايه. دونك كيفاش نحسب النهايات عند الناقص ما لا نهايه؟ نقول لا ليميت النهايه ليم لما اكس يؤول اكس فليشه يؤول لواش؟ يؤول للناقص ما لا نهايه. نبدا بالناقص ما لا نهايه تاع العباره تاعي اكس اس 3 زايد 6 اكس مربع زايد 9 اكس. هنا واش ناخذ الحد اللي عنده اكبر اس. كامل يغلطوا ماشي كامل، مي بزاف منهم يقولوا ندو 9. لا ماشي 9، تدي اكس اس 3 وتعاود تكتب النهايه هنا، تعاود تكتبها لما اكس يؤول للناقص ما لا نهايه. دونك هذه كي شغل عندك انت هكذا. لو كان نعوض هنا ناقص واحد شحال راح نصيب؟ نصيب ناقص واحد. دونك انا كي نحط هنا الناقص ما لا نهايه راح تخرج لي ناقص ما لا نهايه. نحط ناقص 1000 مليار راح نصيب ناقص ملايير ومليارات. صح بالناقص، ما كي نحط هنا عدد سالب نصيب عدد سالب، ما له نصيب ناقص ما لا نهايه. لا لوجيك تقول هكذا صح. دوكا لا ليميت الدوزيام عند واش؟ لا ليميت الثانيه لما اكس يؤول المره هذه اللي يؤول واش؟ يؤول للزايد ما لا نهايه. نعاود نكتب تاع اكس اس 3 زايد 6 اكس مربع زايد 9 اكس. هنا واش ناخذ كيف كيف الحد اللي عنده اكبر اس، ولا نقولوا اكبر اس ديريكتومون خاطر تسميات ما يهموش، تاع اكس اس 3 والنهايه نكتبها هكذا، ولا نقدر ما نزيد نكتبها هكذا كيف كيف. هذه شحال تساوي لي؟ قولوا لي جماعه. تخيلوا انتم عندكم هكذا وراح تحط هنا زايد واحد، شحال راح تصيب؟ تصيب واحد. حط عدد موجب نصيب عدد موجب، نحط زوج نصيب 8. اي عدد نحطه هنا يكون موجب ولا رقم يكون موجب راح نصيب موجب. معناها كي نحط زايد ما لا نهايه اس 3 راح نصيب زايد ما لا نهايه. حبيتوا ولا كرهت؟ هاي لك زايد ما لا نهايه. شوفوا النهايات شحال بسيطه. هكذا نخدم بهاد لا لوجيك، بهاد لا لوجيك اللي حنخدم بها. والنهايات حاجه بسيطه شفناهم في الفيديو اللي من قبل ومازال نزيدو نشوفوهم. دوكا تنين واش قال لي؟ قال لي احسب اف فتحه لي اكس، معناها احسب الداله المشتقه. طري بيان. دوك تنين واش لازم نقول له؟ بصح كاينه جمله لازم نقولها عليها 0.25. نقول باللي الداله اف تقبل الاشتقاق ولا قابله للاشتقاق. تقبل الاشتقاق، الداله اف تقبل الاشتقاق على ار ولا على الناقص ما لا نهايه زايد ما لا نهايه، على مجموعه التعريف اللي عطاها لي. صحيح. كيفاش نشتق الداله يا ليكيب؟ نشتق الداله معناها راح نهبط الاس ندير فيه وهذاك الاس نقص له واحد، راح نهبط الاس ندير فيه وهذاك الاس نقص له واحد. صح. دوك راح نشتق، شوفوا نديروها بالتفسير الممل. شوفوا اش حنصيب. نديروا اف فتحه لي اكس، راح نهبط الاس شحال هذاك اكس اس 3. دوك نهبط الاس يولي لي 3 في اكس شحال كان هو 3 ناقص 1. نهبط الاس ندير فيه والاس نقص له 1. هاي لك زايد واش؟ زايد زوج في، راني هبط الاس نضرب 6 اكس اس 2 ناقص 1. هبط الاس درت فيه وهذاك الاس نقص له 1. سيبا. دوك هذيك زايد 9 اكس كيفاش نشتقها؟ تولي لي 9. نقدر نخدم بلا لوجيك، نهبط الاس نقص له 1 تصير لا ميم شوز، راح نصيب 9. بصح دوك اللي فيها اكس راح تروح. شحال دوك يولي لي هذا؟ يولي لي 3 اكس مربع زايد شحال؟ زايد 12 اكس زايد 9. كي اشتقيت صبت هذه هي الداله تاعي المشتقه. سي بون ليكيب؟ سي بون. دوكا واش قال لي؟ قال لي ثم استنتج اتجاه تغير الداله. باش نستنتج اتجاه تغير الداله، دوك باش نقول استنتاج، شوفوا مليح، استنتاج اتجاه تغير الداله. ماشي ما نستنتج هكذا بكل بساطه، ما نقدرش. تغير الداله
اف. علاش ما نقدرش؟ باسكو هذا موجب ولا سالب؟ كان جا موجب نقول لك الداله متزايده، لو كان جا سالب نقول لك متناقصه، لو كان جا يساوي زيرو نقول لك الداله ثابته. صح هذه الداله راهي فيها اكس مربع وفيها اكس، كيف راح ندير؟ لازم ندرس اشاره تاعها، لازم دوك ندير دراسه. شوفوا مليح، نقول دراسه اشاره اف فتحه ل اكس. ثم لازم دوك ندير هذه اف فتحه ل اكس تساوي زيرو. دوك نمحي هذا كامل باش يبقى لي ليسباس. دوك واش راح ندير؟ راح ندير اف فتحه ل اكس تساوي لي زيرو، معناها الداله تاعي المشتقه هذيك اللي اشتقيتها راح نديرها تساوي زيرو. شوفوا مليح، دونك اف فتحه ل اكس قلنا تساوي لي زيرو. واش معناها؟ شكون اف فتحه ل اكس؟ درستها من قبيله، هي 3 اكس مربع زائد 12 اكس زائد 9 نديرها تساوي صفر. هكذا نمشي هكذا. هذا واش لازم نستعمل؟ لازم تعرفوا باللي عندي حاجه يسموها المميز دلتا. واش يقول المميز دلتا؟ يقول لك كي تكون عندك عباره هكذا، يعني من الدرجه الثانيه، رانا معادله من الدرجه الثانيه، يقول الدلتا هذا واش يساوي؟ هو ب مربع ناقص 4 ا في سي. شوفوا هذه تشبه لهذا. هادوك قولوا لي مال هنا الدلتا واش يساوي؟ هو ب مربع ناقص 4 ا في سي. شكون هو البي مربع؟ اللي مضروب في اكس، معناها 12 ناقص 4 ا في سي. ناقص 4 ا، شكون الا؟ اللي مضروب في اكس مربع به بالاشاره ديالو اسمها 3. شكون السي؟ هو 9. نحكم آلة حاسبة رابيدمون نكتبها كيما راهي 12 مربع ناقص 4، نكتبها كما راهي يا جماعه. شوفوا مليح، اين انت؟ شوفوا ندير مربع هكذا، مربع ناقص باش كاين الناس كنت تلف لهم. ها كتبتها شتو كيما راهي، نعاود نولي. شوفوا رابيدمون شحال عندي هنايا؟ عندي 12 مربع ناقص 4 في 3 في 9. صحيت، صبت 36 جماعه، صبت 36 طري بيان، صبت 36. دونك دالتا صبتو 36 موجب، الدالتا صبتو موجب. كي نصيب الدالتا هذا موجب واش يقول القانون؟ هو غالبا نصيبو موجب، قليل نصيبو زيرو وقليل نصيبو صفر من زيرو. معناها هذوك العباره تاعي راح يكونوا فيها حلين، المعادله تاعي تقبل حلين هما هادو، ناقص بي ناقص جذر دالتا على 2 ا، واكس 2 واش يساوي لي؟ ناقص بي زايد جذر دالتا على 2 ا. هادو نقدر نديرهم بالكازيو جماعه، بصح انا لازم نفهمكم كيف نصيبهم. دوك لازم نقول هنا واش نقول الدالتا اكبر تماما من الصفر. اذا المعادله تاعي، المعادله اف فتحه ل اكس تساوي صفر تقبل شحال؟ تقبل حلين. شكون هما الحلين؟ هما اكس واحد واكس 2. تقبل حلين متميزين. ها زين نسقمها، حلين متمايزين في ار. ها هما شكون هما؟ اكس واحد واكس 2. صحيتو. اكس واحد واش يساوي لي؟ هو قلنا ناقص بي ناقص جذر دالتا، هذا هو. هاي ناقص بي ناقص جذر دالتا على 2 ا. شكون بي شكون ا؟ هذا البي اللي هو 12 ناقص جذر دالتا جذر 36 على 2 في 3. دوك شوفوا واش حنصيبوها بالاله حاسبه. واكس 2 واش يساوي لي؟ اكس 2 هو ناقص بي زايد جذر دالتا على 2. هذا قانون يا جماعه، ما نكسرش راسي. ها 12 هنا 36 على 2 في 3. دوك نشوفوا شحال نصيبوها يا جماعه. لا تقلق، وراي آلة حاسبه، وراك يا آلة حاسبه. ها هي ليكيب. نديرو كسر دوكا. او لا 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 قريب تحت اللامبا بصح معليش. فوالا يا جماعه، دوك ندير كسر. اين هو الكسر؟ ها ليك نكتب ناقص نكتبها كيما راهي. شوفوها ناقص 12 ناقص جذر 36 على 2. شوف نقدر نكتبها كيما راهي بالذات. ها شغل ديسينيتها. صبت الاول ناقص 3 هكذا، ناقص 3 ناقص 3، هذا صبتو ناقص 3 ناقص بي ناقص جذر دالتا. فوالا يا ليكيب. دوك الدوزيام شحال نصيبو؟ شوفوا الدوزيام واش ندير. نعاود نولي منها تك 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 تك، نطلع الفوق نعاود نولي ادروات. شوفوا كازيو جماعه، ناقص بي زائد صبت ناقص 1. دوك واحد ناقص 3 والاخر شحال؟ ناقص 1 يا ليكيب. هاليك ناقص 1. دونك هنا كي صبت ناقص 3 ناقص 1، دوكا نقدر ندير جدول اشاره اف فتحه ل اكس. نمحي دوك هذا ناقص 3 ناقص 1،
دوكا واش نقدر ندير؟ دوكا نقدر ندير جدول إشارة اف فتحة ل إكس. نقدر دوك ندير جدول إشارة اف فتحة ل إكس. نعنو دوك أنا نقدر نقول جدول إشارة اف فتحة ل إكس. كيفاش راح يجي الجدول هذا؟ راح يجي جدول هكذا، هنا فيه إكس وهنا فيه اف فتحة ل إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. راح ينعدم لي عند قيمتين اللي هما شكون هما؟ ناقص 3 ناقص 1. هنا واش ندير؟ نعنو. شنو نعنو هذه وشنو النعناع هذه؟ نفس عكس نفس. شوفوا الدالة المشتقة تاعي شحال صبتها مقبيلة؟ صبتها 3 إكس مربع زائد 12 إكس زائد 9. نفس عكس نفس إشارة أ. كيفاش راهو 3 دونك زايد ناقص زايد. إذا حرت عوض، إذا حرت ادي كاش قيمة فوق الناقص. حقا تفكرت باكو تغلطوا تقلبوا هذا جماعة صغير ومن بعد الكبير، راكو ديروا ناقص 1 ناقص 3 حذاري صح. إذا حرت ادي كاش رقم كبير عن ناقص 1 وعوضوا هنا وشوف شحال تخرج لك النتيجة. إذا ديت عدد كبير عن ناقص 1 وعوضته هنا راح تصيب عدد ولا تصيب رقم سالب، معناها باينة وين راك تدور في الناقص. ما تغلطش ليكيب. ومنا ادي رقم تصيب رقم موجب، سمحوا لي، ادي رقم بيناتهم منا من ناقص 3 ناقص 1 وعوضوا هنا تصيب عدد سالب ولا تصيب رقم سالب. حبينا ولا كرهنا يا جماعه؟ صحيح. دونك واش نستنتج منها؟ نستنتج باللي الداله تاعي كيفاش. دوكا راح نستنتج اتجاه تغير الداله. حتى لدوكا نقول باللي الداله كيفاش. الداله اف متزايده تماما على المجالين. شكون هما هذا المجالين؟ هما الناقص ما لا نهايه ناقص 3 ومن ناقص 1 للزايد ما لا نهايه. من لهنا من كان عندي الموجب. ومتناقصه على اي مجال، ومتناقصه على المجال. من هو المجال؟ من ناقص 3 ناقص 1 والسلام عليكم. سي بون فريتها. دوكا وين نروح ل3 الجدول تغيرات الداله اف. دونك نمحي هذا، زيد نمحي هذا. شوفوا كيفاش يجي جدول تغيرات الداله اف. شوفوا جماعه، نقول هنا 3 جدول تغيرات الداله اف. هو جدول هكذا كيما هذا افيك دي فلاش. برك هنا فيه اف لي اكس، هذه اف فتحه مبينه. دونك هنا طالع هابط طالع، الداله متزايده متناقصه متزايده. مقبل النهايه عند الناقص ما لا نهايه اول حاجه درتها في لا فيديو شحال صبت النهايه هذيك؟ صبتها ناقص ما لا نهايه. شحال صبتها ناقص ما لا نهايه يا جماعه. سي بون على بالي عفسه راح تطيح يا جماعه. صحيت. والنهايه عند الزايد ما لا نهايه شحال صبتها زايد ما لا نهايه. طيب يا وهنا واش نحسب؟ هنا نحسب اف لناقص 3 وهنا نحسب اف لناقص 1. كيفاش نحسب اف لناقص 3 يا اخي؟ سهله بزاف. دير اف لناقص 3. واش معناها اف لناقص 3؟ تروح للعباره تاعك تاع الداله الاولانيه هذيك وتعوض فيها ناقص 3. شوفوا ماشي العباره تاع الداله المشتقه بالكم. ودوك نعوضها قدامكم جماعه، قدامكم نعوض باش ما نخلي حتى مجال للشك. ونزيد نحسب اف لناقص 1 كيف هايلك. اف لناقص 1 واش معناها؟ معناها ناقص 1 أس 3 ناقص 6 في ناقص 1 مربع زائد 9 في ناقص 1. أين أنت يا آلة يا حاسبة؟ أين أنت؟ إنها هنا. يلا لكين على بركة الله. قدامكم جماعة. واش عندنا؟ عندنا أس 3. هاي أس 3 تاع واش؟ أس 3 لا، عندنا ناقص 1. نبدأ بالناقص 3. ناقص 3 ناقص 6 في ناقص 3 مربع. ربيع لا زايد 6 هنا جماعة. هنا زايد 6. واحد ما قال لي هذه زايد. هنا زايد فوالا. زايد سبحانه من لا ينسى سبحانه من لا يخطئ. شوفوا ملاح. دونك تري بيان. زايد 6 زايد 9 في ناقص 3. هاي تري بيان. يساوي شحال صبتها زيرو جماعة. صبتها زيرو. هاي لك زيرو. تري بيان
زيد دوك نعوض عند الناقص واحد نفس الشيء. كيفاش ندير ناقص واحد؟ نعاود نولي بهذه هكذا، نولي بهذه هاي ليك، نمحي فاس هذه ديلي تنمحي بها، نحط ناقص واحد، نزيد نولي اغوش اغوش اغوش، وانا عندي ناقص 3 نمحيها نحط واحد، ونزيد نمحي منها هكذا نحط ثاني هنا واحد. شحال نصيب ناقص 4. فوالا جماعه شحال صبت ناقص 4. دونك ناقص واحد وناقص 4 يا ليكيب الزينه. خلاص نتاكدوا سي بون ليكيب، سي بون خلاص. جدول التغيرات خلاص. دوكا نروح للسؤال رقم 4 وين قال لي تحقق انه كذا وكذا 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 وكذا. معناها العباره تاعي اف لي اكس الاولانيه هذيك نقدر نكتبها هكذا كيما هذه، نقدر نكتبها شحال؟ نقدر نكتبها هكذا يا جماعه، شوفوا مليح. نقول رابعا التحقق ماذا؟ التحقق انه من اجل كل عدد حقيقي، من اجل كل اكس وراهي كل اكس من ار، من اجل كل اكس عدد حقيقي اف لي اكس ديالي نقدر نكتبها اكس في اكس زائد 3 مربع. نعم نقدر نكتبها. هنا بزاف تلف لهم جماعه، هنا بزاف تلف لهم. شوفوا انا واش راح ندير هذا اكس اللي راهو هنا نخليه برا، اكس راهو نخليه برا. هذه ماشي متطابقه شهيره اللي هي ا مربع زائد بي مربع، اللي هي ا مربع زائد بي مربع زائد 2 ا في بي. هي ولا ماشي هي؟ هي بالذات، هي بالذات. شكون الأ شكون البي؟ الأ هو إكس والبي هو 3. واللي تلفت له يقدر يديرها هكذا إكس زائد 3 في إكس زائد 3. هذه هي إكس زائد 3 مربع، هي نفسها هذه هي هذه وهي هذه كيف. دوك اللي تلفت له ماهوش حافظ متطابقة الشهيرة تلفت له ولا يقدر يدير إكس زائد 3 في إكس زائد 3 وبعد يكمل ينشر. شحال دوك نصيبوا هذا هنا؟ نصيبوه إكس، هذا يولي إكس مربع زائد 9 زائد 6 إكس. كي نزيد ننشر شحال نصيب؟ دوك ننشر هذا في هادو كامل، شحال راح نصيب؟ راح نصيب إكس أس 3 زائد 9 إكس زائد 6 إكس مربع، وهذه هي أف لي إكس ديالي. هذه هي بالذات سوا خلاص صح. طيب يعني فريتها. دوك نروح للسؤال الدوزيام، السؤال الثاني. واش قال لي في السؤال الثاني؟ قال لي عين نقاط تقاطع سي اف مع حاملي محوري الاحداثيات، معناها مع محور الفواصل ومع محور التراتيب. دوك نقول خامسا، نقول نقط تقاطع سي اف، يعني المنحنى تاعي سي اف مع محور الفواصل ولا مع حامل محور الفواصل. باش نعرف مع محور الفواصل لازم نحل هذه المعادله اللي تقول لي اف لي اكس تساوي لي 0. دوك واش نخدم اف لي اكس؟ دوك عندي زوج عبارات، شكون هما؟ عندي هذه وعندي هذه. دوك نتوما تقولوا لي باش نخدم لو طون الواحد يشرب الماء، نستنى فيكم تعطوني الاجابه. شكون اللي سهله باش نحل المعادله دي؟ شكون اللي سهله؟ اسكو الاولى ولا الدوزيام؟ بيان سور راح تكون الدوزيام. الدوزيام اسهل خير باسكو راهي مبسطه. شوفوا الدوزيام شكون؟ الدوزيام هي اكس في اكس زائد 3 تساوي 0. هذه تكافئ ماذا يا ليكيب؟ تكافئ اكس يساوي 0 او ماذا؟ او اكس زائد 3 مربع تساوي لي 0. وعليه تبعوا مليح، وعليه هذه اكس زائد 3 مربع تساوي لي 0. واش نقدر ندير هنا يا جماعه؟ هذه سهله. لو كان ندير الجذر تاع اكس زائد 3 الكل مربع، ماشي راح تجيني جذر تاع 0 كيف لا ماشي كيف الجذر مع المربع يروح، تبقى لي اكس زائد 3 تساوي لي 0. معناها اكس شحال يساوي لي؟ ناقص 3. صح ولا لا؟ عندي زوج قيم هادو، اكس يساوي 0 و اكس يساوي ناقص 3. هما ماشي هما هكذا. هو من هو؟ اذا وبالتالي دوك شكون هما النقاط؟ نخليهم هنا. ها شوف، نخلي هذا ونخلي هذا. ها مليك النقاط ديالي. دوك النقط تقاطع سمح نقولوا هي شكون هي؟ هي ا، حيث
شحال الاحداثيات تاعها؟ نبداو بالصغيره، راحوا هذه 0 0 حتى قطع محور الفواصل، سمح تجي هنا y تاعها ديما 0 هي ا و ب، حيث شحال ب هذه الاحداثيات تاعها هي ناقص 3 0. شوف نبداو بالأ نبداو بالبي، نقدروا نديروا هذه الأ نقدر نبدلها ندير أ ناقص 3 0 وهذه 0 0. سي بون، هذا ما كان. دوكا مع حامل محور الفواصل كيفاش ندير مع محور التراتيب؟ دوكا كي نقول نقط تقاطع، دوكا نقط تقاطع سي اف مع محور التراتيب، واش لازم ندير هنا جماعه؟ لازم نحل هذه المعادله اف لي اكس، لازم نحل اف لي زيرو، لازم نعوض اف لي زيرو. شحال نصيب كي نعوض اف لي زيرو هنا؟ باينه يا ليكيب، باينه شحال راح نصيب. لو كان نعوض اف لي زيرو شحال نصيب؟ ماشي هي 0 أس 3 زايد 6 في 0 مربع زايد 9 في 0 هي ولا ماشي؟ شحال نصيبها؟ نصيبها 0. دونك واش معناها؟ نقطة تقاطع، شوفوا مليح، نقطة تقاطع سي اف مع محور التراتيب، نقولوا هي سي. هذه السي شحال الاحداثيات تاعها؟ بون منا راح تكون 0 على بالنا، وشحال منا 0. هذا ما كان. هذه هي نقطة تقاطع سي اف مع محور التراتيب ومع محور الفواصل. دوكا واش نروح نشوفوا؟ نروح نشوفوا نقطة انعطاف. نقطة انعطاف بكل بساطة واش راح ندير؟ يعني راح نشتق دوزيام فوا. مشتق الاول كيشتقينها واش؟ انعدم وغير من اشارته، صح؟ نقول 6 اثبات ان سي اف يقبل واش؟ يقبل نقطة انعطاف، يقبل نقطة انعطاف. احنا واش لدينا جماعة؟ لدينا اف فتحة ل اكس انعدم، صح؟ انعدم انعدمت وغيرت من اشارتها، انعدمت صح وغيرت من اشارتها. اول شرط. الدوزيام لو كانت تنعدم وتغير من اشارتها معناها كاينه نقطة انعطاف. دونك اف فتحتين ل اكس واش تساوي لي؟ اف فتحتين ل اكس لكيف؟ اف فتحتين ل اكس شحال راح نصيبها؟ كي نعاود نشتق الداله تاعي مقبله، شحال صبت الداله؟ شوف مقبله اف فتحه ل اكس شحال صبناها؟ صبناها 3 اكس مربع زايد 12 اكس زايد 9. دوك نزيد نشتق دوزيام فوا، كي نشتق الدوزيام فوا شحال راح نصيب؟ ياك قلنا باللي الاس نهبطوا الاس نديروا فيه، والاس هذاك نقصوا له 1 صافي. كي نهبط الاس شحال نصيب؟ انا نصيب 2 في 3 اكس مربع ناقص 1 زايد شحال؟ ياك اللي فيه اكس يروح اكس وهذا 9 يولي لي 0. دونك تولي لي 6 اكس زايد 12. دونك اف فتحتين هي 6 اكس زايد 12. هذه هي. دونك نشوف الى هذه تغير من اشارتها ولا ما تغيرش من اشارتها. نروح ندير اشاره اف فتحتين لاكس. دوك نقول دراسه اشاره اف فتحتين لاكس. كيفاش ندرس الاشاره تاعها جماعه؟ باينه، نشوف وين تنعدم. ها تما ندير 6 اكس زايد 12 تساوي 0. هنا ما نستعملش دلتا، هنا حتجيني 6 اكس تساوي شحال؟ هذا يروح منا شحال تولي؟ ناقص 12. معناها اكس شحال يساوي لي؟ ناقص 12 على 6. اكس يساوي لي ناقص 2 صح. دوك كي ندير الاشاره تاعها تاع العنعن هذه كيفاش راح نصيبها؟ راح نصيبها اف فتحتين لاكس تنعدم عند الناقص 2 عكس عكس اشاره اسمها ناقص زايد. انعدمت وغيرت من اشارتها. نكتبها هنا، غيرتي من اشارتك معناها كاين نقطه انعطاف. دونك اف فتحتين لاكس انعدمت، نعم انعدمت عند الناقص 2 وغيرت
من إشارتها. دوك نقول نقطة الانعطاف أوميغا، حيث أوميغا هذه شحال الإحداثيات تاعها؟ إكس تاعها هو ناقص زوج، والأخرى شحال الإيكغيك تاعها ولا شحال الترتيبة تاعها؟ هي اف لناقص زوج. هاكا راني كملت تقريبا. دوكا نروح نحسب اف لناقص زوج، نستعمل الآلة الحاسبة تاعي ونعوض فيها ناقص زوج. شحال راح نصيب كي نعوض ناقص زوج يا جماعة؟ أين أنت يا آلة حاسبة؟ يلا ها نعوض ناقص زوج. سهلة يا جماعة، سهل. شوف نسي نكون رابيدمون، نسي نكون سريع جدا. راح نعوض ناقص زوج أس ناقص زوج أس 3 زايد 6 في ناقص زوج مربع زايد طك. شوف يهرب لي منها، زايد 9 في ناقص زوج. فوالا طك. شحال ستها ناقص زوج. دونك ناقص زوج. دونك نقطة الانعطاف تاعي، نقطة الانعطاف تاعي هي شحال؟ أوميغا هي ناقص زوج. ناقص زوج هذه هي نقطة الانعطاف تاعي. نسميها أوميغا، نسميها بيتا، نسميها ألفا كيما حبيت، مادام ما عندي حتى نقطة واحدة أخرى مسمية بالاسم هذا. سي بون جماعة. دوك نروح لآخر سؤال اللي هو شنو؟ اللي هو معادلة المماس. يقول لك اكتب معادلة المماس، ولا احسب معادلة المماس، ولا عين معادلة المماس كيما قال لك. يقول لك دوك قبل ما ندير معادلة المماس خلينا ندير الدالة المشتقة نكتبها هنا. كي اشتقيت من قبل شحال صبت 6 اكس مربع زايد 12 اكس زايد 9. دوك نقول 7 معادلة المماس تي. هذه معادلة المماس عندها قانون. شنو هو القانون تاعها؟ هو إيكغيك اف فتحة لإكس صفر ولا لأ في إكس ناقص إكس صفر زايد اف لإكس صفر. هذا إكس صفر هو يعطيه لك كيما شحال قال لك زيرو. إكس صفر ممكن زيرو، ممكن واحد، ممكن كذا. صحيح. وهذا دوك كان نافونسيو بالعقل، هذا ثاني نسموه معامل توجيه. عم بالكم بها؟ هذا نسموه معامل التوجيه. اف فتحه لاكس صفر. خلينا منه. تسمى هذه واش راح تولي لي؟ راح تولي لي اف فتحه لزيرو طري بيان في اكس ناقص زيرو زايد اف لزيرو. صح يا جماعه. دوك اف فتحه لزيرو. منين راح نجيب اف فتحه لزيرو؟ نعوض هنا زيرو، نعوض هنا. شوفوا اف فتحه لزيرو هي شحال؟ هي 6 في زيرو مربع زايد 12 في زيرو زايد 9. شحال راح نصيبها؟ 9. طري بيان. دونك هذا يولي 9 في اكس ناقص زيرو. سماتوا لي في اكس ديريكت. اكس ناقص زيرو هو اكس زايد شحال اف لي زيرو. لو كان راح نحسب دوك انا اف لي زيرو شحال راح نصيبها؟ راح نصيبها 0 أس 3. هاي ليك 0 أس 3 زايد 6 في زيرو مربع زايد 9 في زوج. شحال راح نصيبها هذه اللي كيف شحال راح نصيبها هذه؟ تحيه لاي واحد او يستعمل آلة حاسبة، تحيه لاي واحد حلها بآلة حاسبة باسكو راح نصيبوها زيرو. دونك 9 اكس زايد زيرو وهي 9 اكس. هذه هي معادلة المماس تاعي عند اكس صفر يساوي صفر. ديروا جيم، ابوني، بارطاجي، كومونتيونا شويه يا جماعه يرحم والديكم، دعونا بالخير، ومازال باذن الله تعالى دي فيديو جدد. شكرا جزيلا.